ليه في ناس بتكرهك من غير سبب؟ ده لأسباب علمية كتيرة أهمهم 3 حاجات. رقم 1 حاجة اسمها الانحياز السلبي. الدماغ البشري بطبيعته بيميل إنه يركز على الحاجات السلبية أكتر من الإيجابية، فممكن حد يشوف فيك تفصيلة صغيرة جدا، طريقة كلامك، نظرتك، رد فعلك، ويكبر الحاجات دي جوه دماغه لحد ما تتحول لنفور ومشاعر كره حتى لو أنت ما عملتلوش أي حاجة. رقم 2 تهديد الأنا أو الإيجو ثريت. في علم النفس الاجتماعي أوقات مجرد وجودك بيخلي الشخص يحس إنك أعلى منه أو أشطر منه. الإحساس ده بيوجع الأنا، والألم ده بيترجم لكره مباشر ليه. رقم 3 والأهم من وجهة نظري وهي الإسقاط أو البروجيكشن. ده لما الشخص يرمي عليك الحاجات اللي هو مش قادر يشوفها في نفسه، حاجات زي الغيرة، الضعف، نقص الثقة، الفشل، فيحس بمشاعر سلبية تجاهك، ولأنه مش قادر يواجه مشاكله دي بيتحول الغضب الداخلي ده لكراهية ناحيتك. أيا كانت الأسباب فالناس دول مستعدين إنهم يعملوا أي حاجة عشان يأذوك، والنضج الحقيقي هنا إنك تفهم ده وتتقبله من غير ما تربط قيمتك برأي حد، بس الأهم إنك تتابعه.